سريعا كده هنلف لفه على 3 مصطلحات قلناهم كده قبل كده تاكيدا: كونتنت رايتر والكوبي رايتر والكونتنت كريتور. الكونتنت رايتر هو هذا الشخص الذي يكتب اي شيء بهدف البيع، بهدف الاويرنس، بهدف البراندنج، بهدف الانتشار. هو طالما هيكتب يبقى اسمه ايه؟ كونتنت رايتر. طب الكوبي رايتر هو الشخص اللي بيكتب بهدف البيع بس. عندي بوست دايركت سيل يبقى كوبي رايتر. عشان نبقى متفقين ونبقى صراحه وواضحين مع بعض، قليل قوي ما بتلاقي التخصصين منفصلين عن بعض. يعني مش هتلاقي حد الا نادرا او قليل في ايجنسي كبيره شويتين ثلاثه يعني قايل لك لا انا هجيب حد بتاع كوبي يكتب بس في الحته دي، وحد كونتنت. ولكن في المعظم هو بيبقى كونتنت رايتر بيكتب له، او اكتر من واحد في الايجنسي يعني. لكن هو الطبيعي ان هو بيبقى الكونتنت رايتر بيكتب في كل الانواع. طيب المصطلح الثالث الكونتنت كرييتور. الكونتنت كرييتور ده هو اللي بيكريت الكونتنت، بيكريت الفكره من البدايه وبيفكر فيها وبيرسمها بس ما بيكتبهاش. هو بيديها للكونتنت رايتر يكتبها، لان هو مش ضليع في الكتابه، هو ضليع في الايه؟ تخيل. هو بيتخيل الحاجه وممكن يعملها في حاجه اسمها ستوري بورد اللي انا قلت لكم عليها المره اللي فاتت، ويروح مديها للكونتنت رايتر خد انت بقى اكتبها. في كونتنت كريتور بيعرفوا يكتبوا، دي بتبقى حاجه كويسه، حاجه ادفانسد. لكن الطبيعي ان الكونتنت كريتور ما يكتبش. تمام كده احنا فرقنا ما بين الثلاث ايه؟ مصطلحات.